يلا بقى يا حبايب قلبي، البنات الحلوة اللي قاعدة كسلانة تخش المطبخ وتقف كده تعمل حبة طبيخ كده. طبق بسلة زي اللي انتوا شايفينه ده يفتح النفس. ومعانا المخلل اللفت اللي احنا عاملينه سايبينه على طبيعته يا حبايبي، يعني ده لون اللفت الطبيعي. احنا عاملاه عندي على القناة. اللفت ده لونه الطبيعي، محطناش عليه بنجر عشان نحمره ولا اي حاجة. وفي لفت بيدي لون اكتر من كده، يعني في لفت بيبقى ابيض وفي لفت بيبقى احمر، والاحمر غامق عامل زي البنجر. بس انا اللفت بتاعي ده لونه طبيعي، والحمار بتاعه وردي كده. ويعني انا قلت اما اعمله بقى اوريهولكوا جنب اي اكله. ده الليفت اللي انا عملته على قناتي. وحبه بسله بقى البنات الحلوين تقوم تشجع كده وتعمل حبه بسله او اي خضار انتوا بتحبوه. ومعانا هنا حبه رز، طبق رز. وحبايبي تعالوا كده بقى ايه، انا عارفه ان انتوا بتعرفوا تطبخهم، وكل ربة بيت بتعرف تطبخ احسن مني كمان. بس انا عايزاكم تتشجعوا البنات الحلوة تقوم تعمل بقى وجبة كده على مزاجها، اي وجبة انت تختاريها. والله المطبخ في الشتاء تقفي فيه تحس بالراحة والدفى. تخرجي بره الشقة من المطبخ تلاقي نفسك تلجت وسقعانة. يعني انا بستمتع وانا واقفة في المطبخ و... وانا بعمل الاكل بعمله بنفس، وعلشان اقدمه لكم في احسن شكل. ويا رب كده يعجبكم الطبق الحلو ده. وتعالوا كده بقى اقول لكم انا عملت الطبق ده ازاي، طبق البسلة الحلو ده. وما تنسونيش بقى ايه في اللايكات بتاعتكم، وارجع لكم بقى بعد ما نشوف الطريقة. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ احنا الوقت بقى بنجهز مع بعض. ايه رأيكم في البسلة الحلوة الجميلة دي؟ الاول احنا هنا عملنا ايه في الحلة دي؟ حطينا بصلة صفرناها، معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وصفرنا البصلة. هنضيف عليها معلقة ثوم مفروم كده. حطيناه كده، نصفر الثوم مع البصلة كده، نصفر الثوم مع البصلة كده حبايبي. ومعانا هنا حبة كزبرة، معلقة كزبرة كده نحطها مع الثومة. ونحط الكزبرة كده مع البصلة والثومة، نشوحهم كده مع بعض زي ما انتوا كده شايفين يا حبايب قلبي. ومعانا هنا ايه؟ معانا البسلة دي عندي مفرزاها في التلاجة في الفريزر. وقلت بقى ايه، ده كان اخر كيس عندي، قلت اما اطلعه بقى واحطه كده على ايه، احطه على اطلعه كده. ورجعنا لكم حبايبي. احنا ايه، سيبنا البسلة شوية كده مع البصلة والثومة تعرق كده بالسمنة بكله، سيبناها شوية يا حبايبي. ومعانا هنا بقى هنضيف هنا بقى البهارات، ملح وفلفل كده. واحنا حطينا على البسلة دي كزبرة واحنا حطينا مع الثومة والبصلة حطينا عليها معلقة كزبرة، ودي نص معلقة فلفل ونص معلقة ومعلقة ملح صغيرة. وايه، وهنضيف عليهم الطماطم بقى. ضربنا الطماطم في الخلاط، هنضيف عليهم الطماطم بعد ما استوت شوية كده مع البصلة والثومة. حطينا كده ايه، شبشق طماطم كده عليها كده حبايبي. ونقلب ونسيبها بقى تتسبك بقى ايه في بعضها كده. يعني احنا مش بنسبك الطماطم الاول، لا بنسبكها مع البسلة تستوى في قلبها كده، تتسبك كده في قلبها تستوى. وبعد كده عندك لحمة تحطي اللحمة عليها وتضيفي لها الشوربة بتاعتها. عندك فراخ تضيفي عليها شوربة الفراخ. ودي معانا كده طريقة البسلة حبايب قلبي. طبخ البسلة هنسيبها بقى تستوي كده في الصلصة بتاعتها وارجع لكم بقى ان شاء الله.
قلت بقى اطلع الكيس اللي عندي ده علشان ايه، اخر كيس بقى قلت استعمله علشان ان شاء الله البسلة الايام دي كتير، والشتا بقى يعني البسلة يعني الجزر كل حاجة متوفرة في الشتاء. الخضار الاخضر يا حبايبي متوفر في الشتاء عن كتير. قلت بقى الكيس ده بقى ايه اخر كيس عندي اعمله، وعشان بعد كده نجدد بقى نجيب البسلة الخضراء والجزر بقى نخزن الايام دي يا حبايبي. الايام دي البسلة تتخزن، هي صح لسه غالية شوية بس هي تتخزن في الشهر ده. الشهر ده اي حد عايز يخزن اي حاجة خضراء يجيبها في شهر يناير الشهر واحد ده. وكل سنة وانتم طيبين. وايه احنا كده حطيناها، هنسيبها بقى شوية كده تعرق كده بالسمنة بالتوابل بالبصل. نسيبها شوية ونحط عليها ايه، نعمل الطماطم ونحطها عليها. ارجع لكم تاني. رجعنا لكم حبايبي، نشوف مع بعض بقى البسلة استوت معانا اهي. هنشوفها ما شاء الله ما شاء الله. دي البسلة عمايل ايدينا يا حبايبي، ده تخزين بيتنا الجميل. الله استوت اهي معانا. ضفنا عليها بس ايه كوباية شوربة عليها واستوت اهي الحمد لله. وقبل ما نطفي عليها يا حبايبي الاضافة الاخيرة بقى معلقة صغيرة كمون. الكمون ده بيتحط في الاخر يا حبايبي عشان ما يتغلاش كتير، ده عشان يبقى يفضل ريحته وفيتامينه كله فيه، ما يتغلاش كتير يا حبايبي، لان ما تسيبيه يتغلى مع اي اكل غلط اصلا. فهو كده هنحطه اهو، احنا هنطفي اهو، هنحط معلقة الكمون دي كده، معلقة الكمون هنحطها يدوبك ايه سيكة صغيرة كده، يعني ايه غلوة صغيرة بس، وهنطفي الوقت. وهي استوت معانا اهي جميلة. الف هنا وشفا يا حبايبي. هنغرفها بقى معاكم وايه وارجع لكم ان شاء الله واحنا بنغرفها واخلص واجيلكم ان شاء الله. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي؟ ايه رأيكم؟ يعني انا يعني عايزة بقى كل واحدة قاعدة كده كسلانة تقوم تتدفى في المطبخ تعملي اي طبق انت عايزاه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوة بتاعتكم والاشتراك عندي في القناة بناتنا الحلوين واصدقائي واحبابي. دي يعني ابسط حاجة اعملها لكم. والله حبة بسلة ريحتها مش قادرة اقول لكم بجد، يعني عايزة تتاكل اكل كده. وتفضلوا بقى معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد.